السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية البومة في المنام. البومة في المنام بتدل على اللصوص والسارقين، أو بتدل على رجل صاحب هيبة ونفوذ لا أعوان له. أما هجوم البومة في المنام لا خير فيها. من رأى أن البومة تنقره في وجهه يتعرض لتشويه السمعة ويلاقي جهد في رد الافتراء عنه. أما عضة البوم من الأذن بيدل على سماع أخبار سيئة ومفجعة. عضة البوم من اليد في الحلم بيدل على فساد أعمال الرائي، وقد تدل عضة البومة في المنام على البطالة. من رأى البومة تنهش لحمه في الحلم فهو يصاحب أصحاب سوء يغتابونه ويسببون له المشاكل. رؤية منازعة البوم أو قتال البوم في المنام بتدل على خصومة بين الرائي وشخص لا يخاف الله. دخول البومة إلى البيت في المنام قد يدل على دخول سارق إلى البيت. دخول البومة إلى المنزل بيدل على دخول رجل خسيس لا يؤتمن بيدخل بيت الرائي. طيب نقول كمان دخول البومة إلى البيت في الحلم بيفسر أيضا بالأخبار السيئة اللي بتصل إلى الرائي في هذه الفترة. وقيل إن دخول البوم في البيت في الرؤية بيدل على كثرة المشاكل بينه وبين أهله. أما رؤية دخول البوم في المنام إلى مكان العمل أو من دكان أو مكتب أو غيره بيدل على أذية يتعرض لها الرائي في عمله. أما إذا كان صاحب المكان قد يدل دخول البوم على بطالة وخراب في مشروعه. من رأى البومة تدخل إلى البيت في الحلم ثم تخرج، هنا بنقول بقى بيكون بلاء مؤقت أو خصومة مزعجة لكنها لا تسبب أي ضرر. كذلك من رأى أنه يطرد البوم في المنام من البيت أو مكان العمل فهو يدخل في خصومة وينتصر فيها. هروب البوم في المنام من الرائي نجاة من الفتنة أو القيل والقال. أما رؤية موت البوم في البيت بعد دخوله فقد تدل على محاولة زرع الفتنة بينه وبين أهله لإثارة المشاكل، وعلى الرائي أن يواجه كل ذلك بحكمة. وقيل دخول البومة السوداء أو البنية إلى البيت في المنام بيدل على الموت أو الفراق إن كان في البيت مريض، والله تعالى أعلى وأعلم. أما صيد البومة في المنام رزق ومال ينال الرائي من رجل خطير. أكل لحم البومة في المنام بيدل أيضا على المال والرزق، على أن يكون اللحم مطبوخ أو مشوي، فلا خير في رؤية أكل لحم البوم ني في المنام. أما إطلاق النار على البومة في المنام بيدل على أن الرائي يواجه الكلام القبيح أو الشائعات بقوة وحزم حتى يقطع دابر الأقاويل. أما صيد البوم في الشباك بالمنام بيدل على اكتشاف سرقة أو اكتشاف مكيدة. وهروب البومة في المنام بيدل على نجاة الرائي من الشرور التي تدبر له. كمان بنقول إن هربت البومة من الرائي وكان هو من اصطادها فذلك بيدل على نجاة اللص من العقاب. طيران البومة في المنام قد يدل على أخبار سيئة، أو يدل طيران البومة في الحلم على خراب يحل بأهل هذا المنام. وقيل إن طيران البومة في المنام أهون من دخول البومة بيت الرائي أو وقوفها على كتفه أو على مكان في بيته. طيران البومة في الحلم قد يدل على تعرض الرائي للحسد في ماله وأهله، ويكون مع الحسد ضرر يصيبه. فإن ابتعدت البومة عن ناظره في المنام كان ذلك زوال الحسد أو الهم بإذن الله. أما تفسير فراغ البوم في المنام يقول ابن شاهين إن فراغ البوم في المنام بيدل على ولد فيه صفات غير محمودة من الكذب أو قلة الأمانة أو العقوق. وقد يدل فرخ البوم في الحلم على أجير غير أمين لكنه حذر وحويطة. وقد تدل رؤية فرخ البومة في الحلم على ولد بخيل. كذلك إطعام فرخ البوم في المنام بيدل على سوء تربية الأبناء وعلى غرس صفات غير حميدة فيهم، والله تعالى أعلى وأعلم. البومة البيضاء في المنام أحسن من غيرها. بتدل رؤية البومة البيضاء في المنام على المال والرزق إن لم يحصل للرائي منه ضرر. شريطة ألا تدخل بيته. ريش البومة البيضاء في المنام مال على قدر، خاصة إن كان ريش البومة أضعاف حجم جسمها. أما البومة السوداء في المنام بتدل على نذير الشؤم. وقد تدل البومة السوداء في المنام على خبر موت شخص عزيز. البومة الرمادية في الحلم بتدل على مصيبة لا تدوم، خراب
بعده نهوض، أو تدل البومة الرمادية في المنام على مال صعب المنال ولا يستمتع به الرائي. أما البومة البنية في الحلم بتدل على فساد الأصدقاء وعلى سوء نواياهم، والله تعالى أعلى وأعلم. البومة في المنام للعزباء لا خير فيها على كل حال. رؤية البومة في الحلم للعزباء قد تدل على مصيبة تنالها في سمعتها بين الناس. تدل رؤية البوم في حلم العزباء على رجل بخيل يتقدم لخطبتها، أو رجل بخيل من أهلها يظلمها ولا ينفق عليها. رؤية البوم يدخل من النافذة في المنام للعزباء يدل على خبر سيء يغير حياتها، أو تدل على رجل يدخل حياتها ويكون سيء الخلق وقليل الأمانة. أما من رأت أنها تطرد البوم في المنام فهي تنجو من كل ذلك وتستطيع التعامل مع مشكلة مقلقة. كما تدل رؤية البومة في منام العزباء على صديقة حسودة تحاول جر الرائية إلى الخطأ لتنال منها لاحقا. أما أكل لحم البوم في منام العزباء بيدل على الغيبة والنميمة وما ينالها من ضرر جراء القيل والقال. ده كان تفسيرنا النهاردة، أتمنى يكون التفسير عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.